الدوله دوله فقيره في الفكر وفي الايرادات، ليست فقيره في الموارد، عشان يبقى كلامنا واضح. تمام. نقول له تعالى يا كتكوت، انت جاي تستورد ايه؟ مصر بتستورد وفقا للكلام الرسمي بتاع الدوله وزاره الماليه 60 مليار دولار، واقعيا 72 مليار على الاقل. ليه؟ هقول لحضرتك. الدوله بتجيب بياناتها من الجمارك، اللي داخل في الجمارك نحسبه البضاعه قد ايه كذا وفقا. تمام. لو في جزء جاي مهرب بالكامل ما بيعديش على منافذ الدوله. ده حصل كتير قوي الفتره اللي بدليل ممكن حضرتك جميع المحلات اللي في وسط البلد فيها هدوم مستورده، والهدوم المستورده ممنوع انها يتم استيرادها، صح؟ ده موجود. وجزء تاني فواتيره مضروبه، ابو 10 معمول ب3، فالواقع ان في 72 مليار. كلام انا لازم ابقى عارف البيانات دي. من ضمنهم على الاقل في 15 مليار كلام فارغ بنستورده. بنستورد ايه بقى؟ نشوف بقى كده الجدول اللي طلع في 2012 2013 من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اللي في مدينه نصر اللي في شارع صلاح سالم، عشان ما حدش يقول لك جاب بيان منين. اهو بستورد فول، عجينه طعميه، بسله، جوافه، كمثرى، اكل للكلاب، اكل للقطط، البان، ايس كريم. مصر بتستورد اساتك احط فيها الفلوس ب1.3 مليون دولار. استك دوله مش عارفه تصنعه وجاي بيكلمنا واحنا دوله عريقه. يا عم انت مش عارف تصنع استك، وده استك ده مش استك لا مؤاخذه هدوم داخليه يقوم حتى يبقى فيه مبطط وفيه مدور ويعني فيه ايه نوع من انواع الصنعه. ده استك ملوش لازمه. مش كده برضو؟ يعني في حاجه تاني. بتستوردي مجات ب35 مليون دولار سنويا. بستورد ادوات كتابيه، سوق الادوات الكتابيه داخل جمهوريه مصر العربيه سنويا اللي هو شهر 7 و8، ويبقى السوق ده حجمه 4 مليار جنيه مصر، اللي هو عباره عن ايه؟ اقلام ومساطر ومنقله وبرجل ومثلثات واي كلام فارغ موجود. يعني اي واحد يصنعه. نرشد الاستيراد ونكافح التهرب. اصل انا اقول ارشد، بص ما انا هقول لحضرتك يعني لو في سلع استهلاكيه وغير ضروريه اوعي تعتمدي على الاخلاقيات في التعامل الاقتصادي. اما اجي اقول ارشد واحنا الوطن وبنغني والصبحيه ومصر حبيبتي، ده كلام بالنسبه لي انا كلام فارغ. قرارات بالمنع بقى. لا ما اقدرش اقول له منع، ما هو هيطلع. نقول له تعالى يا كتكوت انت ناوي تفتح اعتماد؟ هنجيب بيه ايه؟ والله ده انا هجيب معده للمكنه بتاعه التصوير دي لانها لا تصنع في مصر. الدولار بتاعك ب7 جنيه اللي هو بتاع البنك. الاستاذه لبنى راحت تستورد ايس كريم معمول مش عارف بالعجوه مثلا، الدولار يا كتكوت ب11 جنيه. عاجب حضرتك؟ انت هتستورد طبعا ايه؟ هتستورد ايه؟ والاعتماد الحكومه هي اللي بتفتح الاعتماد. انا راح اجيب سلسله للكلب لونها بني وطالع منها مش عارف ديل اخضر، وماله؟ روح يا بابا، بس الدولار ب11 جنيه. ساعتها هنا الفلوس اللي مع تاجر العمله الدولارات، ما انا مش هشتريها، الاستاذه لبنى مش هتشتري عشان تفتح اعتماد، البنك اللي بيوفره، وانا الدولار انا تاجر عمله معايا، هعمل فيه ايه؟ هضطر ابيعه للبنك. بس دي خطوه لابد ان ياخذها رجل بحجم وقيمه وقامه مصر، ما دون ذلك ما يقدرش ياخد الكلام ده.